طب هل انت فهمت ايه اللي خلى حسين الشحات يعمل كده؟ يعني ايه اللي استفز حسين الشحات؟ انا ما هو انا مش لا انا طبعا مش عارف. هو حسين نزل، هو حسين تقريبا نزل دقيقتين، يعني لما نزل حسين الشيبي خرج من الملعب بعديها بدقيقتين ثلاثه اصلا. يعني الشيبي كان خرج غير وخرج، يعني خرج من الملعب عمل تغيير وخرج. ايوه. ايه يعني ليه حسين اصل في حاجه مش مفهومه، ليه حسين ساب كل اللعيبه في الملعب وراح للشيبي؟ والله ما اعرف. هو نفسه عشان كده بقول لك هو حاجه غريبه، هي حاجه غريبه ومش مفهومه. يعني انت تبقى، وبعدين هو حسين حتى ما بيلعبش ناحيته، يعني حسين ما بيلعبش ناحيه الشيبي. هقول لك هم مثلا بيلعبوا في حته واحده فممكن يكون في حاجه بينهم، حسين بيلعب الناحيه في ناحيه والشيبي بيلعب الناحيه الثانيه اصلا. هيقول له اكسر رجلك ليه؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن يوصل حسين الشحات يقول كلمه زي دي؟ انا ما اعرف. بص انا في الاخر ممكن اقول لك تخيلي يا استاذ عمرو. قول لي تخيلك. انا تخيلي انا ممكن من ساعه ماتش السوبر، من ساعه الاحداث اللي حصلت بتاعت ماتش السوبر، هو ممكن من ساعتها شايلين من وقتها يعني. مع ان رغم ان الشيبي هو برضه اللي يعني تم الاعتداء على الشيبي ساعه ماتش السوبر. هرجع برضه اقول لك يعني تم الاعتداء على الشيبي برضه ساعه ماتش السوبر، مع ان هو ما عملش حاجه. هو ولو حضرتك اكيد انت شفت اللقطه بتاعت ماتش السوبر برضه والناس كلها شافتها. الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي ما عملش حاجه. الشيبي كان قاعد يعملوا توشيع النقشبندي. حسين قال لك انهم يتبعون دينا جديدا وراح عشان يضربه. يعني مش شناوي كان بيطلع الكوره شايفين لعيب مصاب والواد خدها لعب عليها، والناحيه الثانيه في الماتش فات سمعنا بودننا في الخلفيه في البروي بيقول لك شتم امي ومراتي. عايز يسكت يبقى ديوس. ماسكه وراح مديله بالقلم فاتغير، سكت بقى حسين الشحات. لا ما هو شايف جمهور النادي الاهلي بقى بينادي عليه، وهو عمل كده فراح رايح تاني يتخانق ويحشوه ومعرفش ايه. يعني بعد ما ضربوا راح اللعيبه بتحوش، يعني لعيبه البيراميدز ما ضربوش حسين الشحات او اللاعب نفسه راح ضربه او جري عليه بعديها، لا خالص. ده حسين الشحات اتخانق تاني وراح يتخانق وبتاع. طيب قال لك بقى بدا الاعلاميين بقى في موضوع باهر محمدي، بعض الاعلاميين قالوا ايه؟ عيب يا باهر، يا باهر عيب السلوك ده، عيب انه يطلع منك يا باهر ما اعرفش ايه ده. لكن يوم على حسين الشحات يقول لك ايه؟ والله يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع، والله يا عم دي نرفزه ملعب. يعني شوفوا التفاعل بيبقى عامل ازاي. طيب نرجع تاني. طيب ايه اللي خلى حسين الشحات يعتذر؟ طب حسين الشحات بقى منفعل واتشتم بابوه وامه، تمام؟ ومنفعل وبتاع وراح خد حقه ومعرفش ايه اللي يخليه بعد تلت ساعه بعد ما راحوا خدوا دش وغيروا هدومهم وراحوا بتاع وسافروا الغردقه خدوا غطسين وبعدين رجع. يا عم الراجل النهارده سمع امه ومراته بالشتم وخد حقه، وعايز يبقى ديوس يفضل يطلع يقعد يعمل كده في التلفزيون كده وخلاص يشتم ويقعد يعمل كده؟ لعيب عنده كرامه.